السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أصبح من حق أي عاشق ومحب لنادي الاتحاد أن يحلم بأي صفقة يريدها، فبعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميا واللاعب كونتي، بدأت الإدارة في إجراءات ضم عدد من الأسماء العالمية الأخرى. الاتحاد أعلن يوم الثلاثاء تعاقد مع بنزيما في صفقة انتقال حر قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في عقد لمدة 3 سنوات. قال صحيفة الجزيرة أن نادي الاتحاد ثاني صفقاته العالمية بالتعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي. وأعلنت الصحيفة أن المفاوض السعودي المتواجد في العاصمة الإنجليزية لندن نجح في الحصول على توقيع كانتي للانضمام للعميد الاتحادي. وعلى جانب آخر، كشف الإعلام الرياضي عن نادي الرشيد عن تطورات مثيرة في مفاوضات نادي الاتحاد مع النجم الألماني إلكاي غوندوان متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في 30 من يونيو الجاري. وتحت عنوان خاص كتب الرشيد عبر حسابه موقع التدوينات القصيرة تويتر: نادي الاتحاد يجهز عرضه الرسمي للاعب غوندوان بسعر أعلى من العرض السابق، ومن المنتظر تقديمه بعد 4 أيام. والجدير بالذكر أن النجم الألماني يستعد للمشاركة مع نادي مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم ضد إنتر ميلانو الإيطالي. حيث انتفض المغردين الاتحادين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر تقديم عرض من الاتحاد لغاندوغان، حيث قال حساب بطل الدوري احتمالات مصير غاندوغان تجديد عقده مع السيتي والتوقيع مع برشلونة وقبول عرض الاتحاد، والله مو مستعد لخسارته. عشمت نفسي كثير في هذه الصفقة بالذات، ولا أتوقع عرض لاعب غيره، لأن ما في لاعب قادر يقدم ربع مستواه الحالي. لو جانا بيكون أعظم لاعب وطأت قدمه ملعبنا فعليا في أوج عطاءه. أضاف المغارد عبد الله: حسب المصادر الاتحاد اتفق مع كانتي هناك خيارات مثل مودريتش، غاندوغان، بوسكيتس. أما المغارد صفف قال بعد بنزيما وكانتي باقي الاثنين سون وغاندوغان، ويقفل الاتحاد على التعاقدات العالمية ويبدأ بالتعاقدات المحلية أو التي لها قيمة في دوري روشن. أما حساب خالد بن عبد العزيز وهو محلل رياضي كبير عبر تويتر قال: خاص تستعد شركة نادي الاتحاد لتقديم 150 مليون يورو بالموسم للألماني غاندوغان. أما حساب فواز القرش فقال: اطلبوا غاندوغان، الاتحاد عنده استحقاقات مهمية قوية عبر كأس العالم للأندية طالبوا فيه. وأخيرا قال مغرد: غاندوغان مرة واحدة أفضل محور هجومي بمركزه الآن، يكفي تواجده بفريق بي. تواجد غاندوغان بوسط الاتحاد يعني انعدام كفة أي وسط ضدنا بأي بطولة كانت. الكاي قائد ورئيس قسم.